عندي نصيحة كده في بداية السنة ونهاية السنة اللي احنا فيها. ما تيجوا بدل ما نقعد نشتري في أجندات ونكتب بقى نيو يير ريزولوشن، وأنا السنة الجاية هعمل، والسنة اللي جاية والنبي يخش برجليك اليمين. ما تيجوا نسيب كل ده ونمسك كده ورقة وقلم ونقعد نكتب مع بعض كل حاجة حلوة حصلت السنة اللي فاتت، وحتى لو في حاجة وحشة حصلت اكتب ايه اللي انت اتعلمته منها، او ايه اللي كان جزء المضيء فيها، لانه والله كل محنة فيها منحة وفيها هدية وفيها درس. عايزين نمارس الامتنان والحمد والشكر لربنا، لانه بغض النظر عن قد ايه السنة كانت ممكن تكون اغلبيتها او معظمها او جزء منها مش مستقر وتعبك، على قد ما احنا لو ركزنا هنلاقي انه فضل ربنا عليك وعليا وعلى الناس كلها كان كبير قوي 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 قوي، اكبر من ممكن تكون اي حاجة تانية وحشة حصلت. مش عايزين نبقى من الناس اللي ربنا قال عليهم في القرآن ان الانسان لربه لكنود. الكنود هو الشخص اللي عمال يعدد المصايب، ده انا حصل لي، وده انا اتبهدلت، وانا وكانت سنة ما يعلم بها الا ربنا لا، عايزين نفتكر وكان فضل الله عليك عظيما. لما نعمل التمرين ده انت بتأهل نفسك وبتمرن نفسك على حسن الظن بالله، لان انت لما تبص كده على السنة بعد ما خلصت وتشوفها كده in conclusion في الورقة اللي انت كتبت فيها كل حاجة حلوة حصلت، انت بتمرن نفسك على انه انا مهما ضاقت عليا بعد كده في السنة اللي جاية او في اي يوم من ايام حياتي، مهما تعبت، مهما اتضايقت، مهما زعلت، مهما الناس ظلمتني، مهما اي حاجة حصلت، ربنا معايا. والدليل اهو. بس هي الفكرة احيانا لما عينينا بتشوف الحاجة احسن ما نفضل سايبين الافكار تايهة في دماغنا. عشان كده بقول طبعا الكتابة العلاجية من الحاجات المؤثرة جدا جدا، بتخلي العادات تثبت. فاكتب، اكتب، وحتى اكتبها كده، مثلا اكتب على اول الورقة وكان فضل الله علينا عظيما، ده العنوان. واكتب بقى كل لحظات كان فيها لطف ربنا، هو اللي نجاك، هو اللي طلعك، هو اللي شفاك، هو اللي مشى الموضوع ده على خير. هو وبلاش ابعدوا من فضلكم بجد، العادة دي وحشة قوي، ان احنا نقعد نقول ده حصل فيها وحصل وعمالين نفتكر كل السواد اللي فيها، ونسمع بقى في اغاني حزينة ونقعد نتحسر بقى على يا بص والله العمر عمال يروح والعمر ضاع والايام والزعل واكتئاب مهما كان. والله العظيم مهما كانت الدنيا ساعات بتبان انها مظلمة، لكن والله الله نور السماوات والارض، وتقدر انت لما تفتكر ربنا وتحس بمعيته ان هو ينور لك قلبك انت كمان وايامك اللي جايه ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا رب، ربنا يجعلها سنه جميله ومليانه بلطف ربنا دايما يا رب.